انا زعلان ان انا دافعت عن شعب، بس انا نصيبي وقدري ان انا ابقى منكم يا شعب الخ. بعيدا عن انه غلط فينا وده كده كده هنجيله في فيديو اوريهولك لمحمد علي وهو بيقول فيه انه مش مسلم وما بيعتنقش اي ديانة تانية، وفي نفس الوقت هو مش ملحد. ازاي؟ معرفش. لايك ومتابعة بقى وركز معايا. انا مصري لست مسلم ولا لي علاقه بالاسلام مع احترامي للاسلام، ولست مسيحي مع احترامي للديانه المسيحيه، ولست يهودي مع احترامي للديانه اليهوديه، ولست بوذي مع احترامي للديانه البوذيه، ولست ملحد مع احترامي للملحدين. انا مؤمن ان في اله خالقنا وهو اللي متحكم فينا واحنا مسيرين، ولكن انا محمد علي بلا اديان. قبل ما انقلك على الفيديو اللي جاي، انا عايز اعرف انت ازاي لا مسلم ولا مسيحي ولا بتعتنق اي ديانة تانية وفي نفس الوقت مش ملحد بس مؤمن ان في اله؟ كلمة بقى لكل الناس اللي بتحبه وبتقول انه بطل. واحد زي ده ازاي انا اسمع له واقتنع بكلامه بعد كده؟ الفيديو بقى اللي انت هتشوفه دلوقتي ده اغرب من كل اللي انت سمعته. ده انتوا عيبكم ده انتوا والنيل هيغرق ومش هتلاقوا كمان، يعني النيل هيغرق مش هتلاقوا ميه تشربوا. شعب من يوم ما تنازل عن يا شعب الشعب المصري، وانا منكم وللاسف بس ارجع منكم. شعب اخركم مسلسلات تفرحوا ببطل في مسلسل لانكم ما تقدروش تبقوا في الحقيقه بطل في برنامج، بطل في كلام من دهب في اي، لكن شعب مش جد، مش عافي، مش زي الشعب الالماني، مش زي الشعب الامريكاني، مش زي الشعب الروسي، مش لا 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 ولا الشعب الاوكراني. انتوا مما ان تكونوا. هو انا دلوقتي عشان ابقى بطل بالنسبة لك لازم اهاجم دولتي واوقعها؟ مصر لو فعلا بتخاف ومش جامده مش هتحط الجيش بتاعها على الحدود بينها وبين الكيان المحتل، لان ده بيخالف معاهده السلام. مصر بقى لو مش عايزه تبقى جامده مش هتعمل لك بنيه تحتيه اللي هي الف ب تقدم ونمو، مش هتحاول على قد ما تقدر انها تقضي على العشوائيات. ده اللي اقدر اقوله لك لحد وقتنا الحالي عشان بس ما اطولش الفيديو. انت يا فاهم غلط يا متعمد انك تضلل الناس.